في نصيحة والله أقدر أقدمها حق نفسي وأعرف شنو وايد أيام تكسلت فيها. يمكن لو كنت مقاوم الكسل نقدر نقول واشتغلت عدل يمكن أوصل إلى مراحل وايد أعلى وأكثر من اللي قدرت أوصل لها يعني الفترة اللي طافت. بداية التصوير أو صناعة المحتوى يمكن من كنت طالب في الجامعة، يمكن أول كاميرا اشتريتها وأول عدسة، واشتغلت في بداية السوشيال ميديا ومع التصوير والإنستغرام أثناء ما كنت طالب الجامعة. توظفت كان هم شغل صناعة المحتوى والتصوير يمشي مع الدوام، وبعدها خلاص تفرغت بشكل كامل للتصوير وصناعة المحتوى. أول كاميرا كانت كانون 550 موجودة للحين بالبيت بس ما أدري وينها بالبيت. يمكن بداية التصوير يمكن عبد الله الشايجي واحد المصورين بالكويت، يعني يمكن بدونه وأنا وياه نحمس بعض يمكن ما كملنا، فأقدر أقول عبد الله الشايجي في التصوير. طبعا لازم تعطي كل شيء حقه. يمكن احنا مقصرين في الجانب الشخصي، البيت، الأهل، حتى العيال، لكن لازم لكل شيء له ضريبه. فصناعه المحتوى والتصوير ياخذ وايد من وقتنا، فيمكن لو كنا مقصرين مع اهلنا نقول لهم سامحونا. اصعب مبادره مجتمعيه سويناها صراحه ما مر شيء صعب على مجتمعنا. ما يعني فكرت وايد شنو شيء صعب قررنا نسويه وما صار. ماكو شيء، كل ما طلبنا الفزع من الكويت كل شيء نبيه يتم. التصوير هوايه لكن اكيد في مسؤوليه كبيره. شنو الشيء اللي انت قاعد تصوره وتنقله للناس؟ هذه مسؤوليه. انت اي شيء تاخذه بعدستك، كاميرتك، بتليفونك وتنقله، سواء شيء حادث مر قدامك، انت بتكون عليك مسؤوليه تنقل هذا الحادث للناس ولا لا. لا سمح الله خلينا نقول حادث وتوفى فيه شخص، راح تصور وراح تنشر للناس ولا لا؟ فاكيد هذه هني تصير المسؤوليه على الشخص اللي قاعد يلتقط اي شيء سواء عن طريق كاميرته او تليفونه. أكثر فيديو محتوى فخور فيه يمكن فيديوهات العمل الخيري اللي صارت بالبداية في أفريقيا مع جمعية العون المباشرة، من أكثر الأشياء اللي أفتخر إني كنت قاعد أصورها هناك في أفريقيا. رقم اثنين عندي صورة شهيرة لعلم الكويت مع الأبراج، أكثر صورة انتشرت في حياتي وأستانس إلى اليوم لما أشوف حساب الانستغرام بالواتساب ولا أي مكان عام موجودة في هذه الصورة، فأفتخر إني صورت شيء حق الكويت. طبعا لازم الشخص في السوشيال ميديا سواء ايا كانت المنصه يواكب نقدر نقول التطور وين قاعد تروح المنصات، فيحافظ على نقل فيديوهاته او محتوى القيم مع المنصات. ما يصير يقول انا عندي محتوى قيم لكن ما يدري المنصات وين رايحه وشنو قاعد تتبع، سواء من فيديوهات الطويله على اليوتيوب او فيديوهات الانستغرام من ريلز او السناب شات او حتى التيك توك، فلازم تتطور مع المنصات. انصح الشخص يبتدي في مجال التصوير انه يشوف اليوتيوب ودروس اليوتيوب لما يقول بس ويطبق. اسهل شيء انك تتابع الدروس وتحضر الدورات، لكن اذا ما طبقت راح تكون نتائج كارثيه. فطبق مره ومرتين وثلاث و10 و20 لما تتمكن من الصوره والفيديو اللي قاعد تسويهم. فنصيحتي لاي شخص لازم تطبق اللي قاعد تتعلمه. بما اني مصور وافهم في مجال تصوير المونتاج، حسيت المجتمع اللي حولي من شباب كل من شاطر في مجاله، فكان عندي مكتب في البيت، فقلت حق الربع حياكم البيت، ابي اصور كل شخص ونستفيد منه، سواء كنت مصور سواء كنت في مجال معين شاطر فيه. فربعي لله الحمد محيطي شطار في اكثر من مجال، فهذه الفكره اللي خلتني ابتدي بودكاست العيله. حلقة يمكن أخونا فواز الحصبان مع عياله، شلون كان الأب يقدر يتعامل إنه عنده ثلاثة من أبنائه لا يشوفون لا يسمعون ومصابين في التوحد، شلون كان هذا الأب بطل بالنسبة لي، تعلمت منه الكثير.
الأثر أنك أكيد تترك وراك بصمة للناس، اذكروا فلان الفلاني، يذكرون الأثر اللي بقى منه، سواء من شيء بالأخلاق، سواء من مهارة، سواء من هواية، سواء من دروس خلاها في الميديا ومشى، ففي أكيد أثر خلاه. ودائما الواحد يطمح أنه يكون أثر إيجابي، مثل ما في أثر إيجابي في أثر سلبي، فالواحد يدعي ربه سبحانه وتعالى أنه يكون أثر إيجابي على الناس. والله أتمنى بعد سنين الناس تذكر يمكن يوم من الأيام أنه كان في شخص بين مجتمعهم قدر كثر ما يقدر بوسط زحمة السوشيال ميديا أنه يترك أثر زين وما ينجرف وراء أي شيء سلبي. للأسف مشكلة مجالنا أنه سهل تنجرف وراء الأمور السلبية، والأمور السلبية مغرية يمكن للناس بالسوشيال ميديا. فأبي الناس تذكر أن هذا الشخص وقروبه وربعه كثر ما قدروا حاولوا ما ينجرفون بالأثر السلبي ويكونوا موجودين يقدمون شيء زين إلى الناس. فأبيهم بس يعني يذكرون لو كان أثرت عليهم بشيء واحد زين. كلمتي والله للشباب سواء بالكويت ولا بالخليج، قسما بالله أنكم مبدعين وعندكم كل الإمكانيات، بس الكسل ذبح الشباب. قاعد بالديوانية ما خلق يتحرك، ما خلق يسوي ولا شيء، وقاعد يتحلطم على كل شيء. الكويت ديرة خير، تقدر تشتغل فيها في أكثر من مجال وتبدأ، ولا أحد راح يقول لك لا. يعني أنا يمكن آخر سنوات اللي طافت سويت وايد أشياء بالديرة، كل ما فتح لي الباب. الدولة تدعم، الحكومة تدعم، سهل إنك تقدم شيء للمجتمع وحتى القطاع الخاص. والله العظيم أي شيء كنا نبي نسويه راح تلقى سواء القطاع الخاص ولا العام داعمين لك. فتلحلح، لا تقع بس بالديوانية، انغمس في هواية سواء بالتصوير، بالميديا، بالتصميم، بالذكاء الاصطناعي. تعلم، تثقف. يمكن اليوم أنا قبل أكلمكم خلال ساعة وزارة الشباب طلعوا منصة مجانية يقدموا فيها عشرات الدورات، فبس تكفى تعلم وتلحلح وهد الديوانية عندك. في نصيحة والله أقدر أقدمها حق نفسي وأعرف شنو وايد أيام تكسلت فيها. يمكن لو كنت مقاوم الكسل نقدر نقول واشتغلت عدل يمكن أوصل إلى مراحل وايد أعلى وأكثر من اللي قدرت أوصل له يعني الفترة اللي طافت. فنصيحة حقي وحق الناس، لا تكسل، لا تخلي في يوم يطوف بدون ما تسوي فيه شيء زين. يمكن رحلاتنا مع جمعية العمل المباشر مع الدكتور عبد الله عبد الرحمن السميط كنت رحت وياهم أكثر من 10 سفرات إلى أفريقيا، وكنا نشوف أثر العمل الخيري اللي قاعد يسوونه الكويت في أفريقيا، شلون تبارك الرحمن قاعد نحس في هالبركة هذه في غيرنا. فيمكن كل رحلاتي مع العمل المباشر أثرت فيني والمجتمع إن شاء الله بشكل زين. يعني يمكن قدمت وايد دورات، التقيت بوايد ناس في هذه الدورات. اللي تعلمته صراحة من المدربين إنه مروا علي ناس مستعد يحفر الصخر بس يتعلم يعني يتعلم، يحضر دورة، يدش اليوتيوب. فشفت وايد ناس يعني قاعد يصر إنه يتعلم، يبي يوصل شيء بباله. وتبارك الرحمن يمكن عشرات ومئات الناس اللي حضروا الدورات اليوم قاعد نشوف في أعلى المراكز بسبة شيء كان فاقد. حضر دورة وأدش باليوتيوب وتعلم. فاللي تعلمته من الناس صراحة الإصرار على التعلم. نادي ويكند ويكند، نادي نص أسبوع نص أسبوع.